الكنز ده اوعي ترميه بعد كده. قشر البطاطس وشيب الشعر خطير لعلاج الشعر الابيض والشيب، وتعالوا اقول لكم ازاي. القشر ده طبعا كلنا بنرميه ومش بنستفيد بيه. النهارده وصفتنا هعلمك ازاي تستفيدي بالقشر ده علشان الشعر الابيض ما يظهرش عندك تاني، وكمان لو لسه ما عندكيش شعر ابيض تحمي نفسك ووقاية انه يظهر لك، وخصوصا الشيب المبكر. هنجيب قشر بطاطس بالشكل ده وهنقشره. جيبي الكمية اللي انت عايزاها، قشريه واغسليه كويس جدا، وضيفي عليه بقى الكنز التاني اللي هو حبة البركة، ودي حاجة وصانا بيها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وبالمناسبة دي تعالوا كلنا نصلي على حبيبنا ورسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام. صلي على الرسول في الكومنتات. حوالي 6 أو 7 من حبات القرنفل أو المسمار. عايزة أقولك بقى بتطول وبتمنع التساقط وبتنشط الدورة الدموية وبتنظف فروة الراس جدا وبتقوي البصيلة بشكل مش طبيعي. حبة البركة طبعا احنا فوائدها اتكلمنا عنها كتير جدا للشعر. يعني يا ميسو الوصفة دي مش بس بتعالج الشيب، دي كمان ليها فوائد تانية كتير. طبعا. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنجيب، طبعا انا كنت مسخنه الميه مسبقا بس علشان ما اطولش عليكم. هحطها على حوالي نص كوبايه من الميه، هسيبها تغلي على نار هاديه، بس هغطيها علشان الزيوت الطياره اللي في كل مكون من المكونات دي استفيد بيها. هصفيها بالشكل ده بقى وهسيبها تبرد تماما. هتشوفوا معايا دلوقتي. قبل ما تبرد كده اضغطي ضغطتين على الشاشة علشان يوصلك مني كل جديد لو يهمك وصفاتي وبتستفيدي منها. كده بقى سبتها لما بردت خالص. قلبيها وجيبي عبوة بخاخ عندك او قطارة. بس هنضيف شوية اضافات مهمة قوي، ترطيب الشعر ونعومته ولمنع التساقط والتقصيف، وهيدي لمعة للشعر تجنن. زيت الزيتون، واهم حاجة جودته والمكان اللي بتجيبيه منه. هتضيفي كده حوالي معلقة من زيت الزيتون، قلبيها كويس. ونوع اي نوع زيت، جوز هند بقى بتحبيه او زيت جوجوبا. زيت جنين القمح ده اختراع للجمال الشعر ولاطالته. لو عندك برضو ضيفي للوصفة الجبارة دي. هنضيف بقى هنا عصرة نص ليمونة. ليه؟ علشان يثبت معاكي اللون وفي نفس الوقت ينظف الفروة تماما من اي زوايد دهنية. وممكن كمان اضافة من عندك تضيفي معلقة من خل التفاح، من حاجات برضو اللي بتنظف الفروة جدا. على فكرة لو عندك قشرة في الشعر، شعرك مش هيستفيد بأي حاجة بنعملها ولا جوه ولا بره. فحاولي دايما تبقى الفروة نظيفة. اغسلي شعرك كمان بالطريقة اللي احنا دايما بننصح بيها. شوفي فيديوهات كتير على الصفحة للطريقة الصح لغسيل الشعر. شايفين كده بقيت جاهزة. فاضل مكون واحد، هي كبسولة من فيتامين اي. هتقلبيهم بقى كويس جدا، وهتبتدي تضيفيهم على الفروة وعلى الشعر مع التدليك لمدة 10 دقايق. ركزي على الأماكن اللي عندك فيها شيب، وهتسيبيه من 2 ل3 زي ما انتي عايزة، وممكن تطولي كمان.